اخيرا بعد 4 سنين انتظار فيلم بيكي بلاندرز 2026 نزل، والقصه المره دي يا صديقي حاله من المتعه والاكشن والانتقام اللي عمرك ما هتشوفها في اي فيلم تاني. بيبدا فيلمنا سنه 1940 وبنشوف واحده شغاله في مصنع اسلحه يخص عيله شيلبي، وبتبقى اجنس يوم عيد ميلادها النهارده ورايحه شغلها زي ما بتروح كل يوم يا صديقي. ولما اجنس بتدخل لاصحابها، صحابها بيفاجئوها انهم بيحتفلوا بعيد ميلادها وتورته وشموع وكده، واجنس بتكون فرحانه جدا، ولكن الحلو ما بيكملش زي ما احنا عارفين. ومره واحده مصنع الاسلحه بيتضرب من الجيش الالماني، وكل اللي في المصنع باجنس بيموتوا ومش بيتبقى حد عايش نهائي. وفي اليوم اللي بعده بنروح لبطل قصتنا، البطل المثير اللي جنن كل الاجيال شباب واطفال، توماس شيلبي. توماس شيلبي ده اللي ما يعرفوش يعني واحد من اعظم زعماء العصابات اللي ظهروا في السنين اللي فاتوا يا صديقي. وبنعرف ان توماس حياته اتغيرت من اجتماعات لحياه بائسه، وبقى منطوي جدا وما بقاش طايق ان هو يشوف الناس وعايش في عزله. وبيكون توماس شايف ان اللي هو فيه دلوقتي احسن مليون مره من اللي كان هو فيه زمان، بس الحق يتقال بيكون عايش في ألم كبير، زي انه بقى بيشوف هلاوس لعيلته اللي ماتوا، وبيفضل انه يتخيل مراته وبنته. وبنعرف ان كل يوم بيروح عند قبر اخوه ارثر، وبيرجع توماس شلبي للبيت اللي عايش فيه، وبيقعد يكمل كتابته في الكتاب الجديد اللي هو بيكتبه. والكتاب ده بيكون توماس بيحكي كل حاجه حصلت معاه في حياته من اول ما اتولد، وبيحكي عن الحرب العالميه الاولى اللي سابت فيه اثر صدمه كبيره جدا. وفي وقت تاني بنشوف دوجز اللي بيكون قاعد مع توماس شلبي في البيت ده، وبيكون دوجز مساعد توماس. ودوجز بيحكي لتوماس ان هو كان في برينجهام وقابل واحده هما الاتنين كانوا يعرفوها، وسالت دوجز لو يعرف اي حاجه عن توماس. فبيقول له لما انا حكيت لها ان انت قاعد بتكتب كتاب ومنعزل عن العالم زعلت، وقالت ازاي العظيم توماس شلبي يبعد عن مملكته وعصابته ودنيته بالسهوله دي. ولما بيسمع توماس الكلام ده بيكون فاهم ان دوجز بيقول له كده علشان يتاثر ويرجع لحياته الطبيعيه بالنسبه لهم يعني. ولكن توماس بيقول انت يا دوجز مش هتوصل معايا لحاجه بكلامك ده. وبيقوم توماس يتمشى حبه في الغابه وبيلاقي وشاح لونه احمر موجود، فمش بيكون عارف اللي جابه هنا، فعلى العموم بياخده وبيحطه جنب قبر اخوه. وبيكون توماس متاثر جدا بموت اخوه ارثر لان كان ظهرهم في ظهر بعض، وتوماس بيبقى حاسس بندم شديد وهعرفك ليه قدام صديقي. وبيجي دوجز لتوماس وبيقول له في واحده عايزه تشوفك يا توماس. ولما بيساله توماس مين، بيقول له اختك ايدا. فبيروح توماس لعربيتها وبيركب معاها وبيقول لها انت جايه لي ليه؟ فايدا بتقول له انا عايزاك ترجع معايا لان ابنك دوج بيخرب الدنيا، وده غير ان له مصنع اتقصف من الالمان والمدينه كلها ما بقتش حاسه بالامان. وبتقول له ان ابنك دوج بيزود الطينه بله على الناس وبيخلص عليهم مش زيك. وبتقول له ان الناس عايزين توماس شلبي يرجع لانك انت اللي كنت بتحميهم. فبيقول لها توماس وانا مالي بالكلام ده، انا عايش حياتي يا ست هنا في هدوء وسكينه وراحه، ومش حابب ان انا ارجع للحياه القديمه بتاعتي. فبتقول له بلاش تفضل هربان من الدنيا في البيت اللي هنا. وبتساله لو يعرف حاجه عن عياله، فبيقول لها انا ما سالتش عليهم ليا كتير. فعرفته ان دوج ابنه اخد مكانه في العصابه لكنه ما عندوش عقل زي والده. وبتقول له ابنك بيشتغل في اي حاجه وعلى المكشوف، وده غلط، وان ابنه ممكن يحصل اخوهم ارثر وامه واخته قريب. اما بقى ابنه تشارلي التاني مش قاعد هنا اصلا وفي شمال افريقيا. فبيقول لها توماس كويس، رجوعي انا بقى مش هرجع وما تجيش تاني، وبيسيبها تمشي. ولما توماس بيجي يدخل للبيت بيتفاجئ بان الشبابيك مفتوحه وفي حد في البيت. فبيطلع سلاحه وبيلاقيها واحده ست، وبيقول لها مفيش حد اتجرأ ودخل بيتي من غير اذني. فبتعرفه بنفسها وان هي اخت مراته اللي توفت واسمها كارل، وانها جات له هنا علشان جايه توصل له رساله من مراته وانها عاوزاه يحمي ابنهم دوج. فبيقولها طب ازاي؟ انا مراتي ميته ليها 10 سنين والرساله ديت عرفتها ازاي انت بقى؟ فعرفته ان هي بتقدر تخلي روح اختها تدخل جوه جسمها كل فين وفين كده، وحتى لو مش مصدق انا هخليها تدخل في جسمي دلوقتي. وفعلا ده بيحصل، وبتبدا تحكي له كام حاجه كانت حاصله بينهم هو ومراته بس. فده اللي بيخلي توماس يصدقها، وبتقول له ان دوك عايز مساعدته. فبيقول لها مش كفايه انا سبت لدوك حياتي وعصابتي ومملكتي ليه، هو عايز مساعدتي في ايه كمان؟ ده طلع لها كل حاجه على الجاهز. فبتقول له ان دوك بيتعامل بطريقه سيئه جدا في شغله، وانه داخل في مشاكل كتير جدا ولازم يلحقه. وعلى الجانب التاني بنشوف دوج بيكون طالع شبل زي ابوه، وبياخد عصابته وبيروح عند مصنع اسلحه متدمر، والشرطه والناس لما بيشوفوا دوج بيخافوا منه وبيتجنبوه. وبيكون دوج هو وعصابته بيلموا الاسلحه المتبقيه من المصنع ده، والمفروض رجاله الشرطه بيكونوا هم اللي جايين يلموا الاسلحه اللي شغاله، وده علشان يدوها للجيش في الحرب. لكن رجال الشرطه محدش فيهم بيقدر يفتح بقه لما بيشوفوا دوج كان راعبهم، وبيفضلوا لازمين الصمت علشان خايفين منه. فهنا بيطلع واحد من الشعب وبيقول له دوج انت خوفت الشعب والشرطه لكن مش هتقدر تخوفني. وبيعرفوا الشخص ده بنفسه وبيقول له انا جندي حاربت في الحرب العالميه الاولى يالا وما بخافش من حاجه. وبيقول له انا شفت حاجات ابشع من الموت في
الحرب. وبيقول الشخص ده لدوج خد رجالتك وامشي بدل ما اسودها عليك. فدوج بيقول له وانت بقى اللي هتسودها عليا؟ وهنا دوج بيقول له انت شخص غبي، وبيقوم دوج ضربه في رجله وبيوقعه على الارض. ودوج بيخلي الرجاله بتوعه يضربوا كل اللي واقفين، وبعد ما رجالته بيلموا الاسلحه بيركبوا معاهم العربيه. وقبل ما يمشي قال لهم محدش يقف في طريق تاني علشان ما يحصلوش زي اللي حصل للضغوف ده. وبعد كام ساعه ايدا بتوصل عندهم وبتتفاجئ بالناس المضروبه ديت كلها، وبتعرف منهم ان ابن اخوها هو اللي ضربهم، وده علشان حاولوا بس يمنعوه انه ياخد الاسلحه، وكل دوت علشان بس حاولوا ينصحوه ان البلد محتاجه الاسلحه دي. فبعد ما بتسمع الكلام ده بتتضايق من ابن اخوها وبتقرر تروح له وتهزقه على اللي عمله، وبتفكروا ان هي نائبه في البرلمان وممكن تسخنه على اللي بيعمله. فبيقول لها ما تفتكريش علشان انت عمتي هسمح لك تتكلمي بالطريقه دي تاني. وبيقول لها لو كلمتيني كده تاني اشيل راسك من على جسمك يا وليه. وبيمشي وبيسيبها وبيروح للحانه بتاعه العصابه، وبيدخل الحانه وبيقابل واحد كان مستنيه، والشخص ده بيكون اسمه جون. وجون بيجيب لدوج صفقه فلوس مزوره، وان الفلوس ديت 300 مليون جنيه استرليني هيدخلهم لبريطانيا، وهو هياخد 70 مليون جنيه استرليني، والمبلغ ده ساعتها كان ضخم جدا. فقرر جون انه يخون بلده ويدخل الفلوس ديت علشان يحصل تضخم وبريطانيا تخسر الحرب. وعلشان يثبت دوج ولاؤه اكتر لجون بيخليه يخلص على شخص هما الاتنين يعرفوه، وبعد ما دوج خلص عليه بيرميه الخنازير بتوعه. ومن هنا جون قرر يعتمد عليه في المهمه دي. اما مع توماس بنشوف كارل بتخلي روح اختها تدخل جواها وبتتكلم معاه بخصوص ارثر اخوه، وبتقول له ان ارثر قال لها انه ما كانش لوحده في اليوم اللي مات فيه، وان كان في شخص معاه، فبيحاول انه يسكتها وبيقول لها انا مش عايز اسمع الموضوع ده، لكنها بتكمل. وهنا بيقرر توماس يحكي لها الحقيقه، وانه هو اللي خلص على اخوه وهو سكران. انا اللي خلصت على اخويا وما قدرتش احميه من شر نفسي. وايدا في وقتنا ده بتكون راحت لعمها وحكت له على اللي دوج بيعمله واللي حاطط نفسه فيه، فقالت له ان هي قررت تحميه من نفسه بدل توماس وتسجنه بدل ما يموت، وانها قررت تلم شهاده كام واحد علشان تسجنه. فعمها قال لها احذري من دوج علشان انت مش قد دوج ولا الجنان اللي دوج فيه. وبنشوفها بعد كده بتلم شهادات الناس اللي كانوا عند مصنع الاسلحه اللي دوج اتخانق معاهم، وبعد كده بنشوفها في مكان بتلم ناس كتير وبتقول لهم انا اللي هحميكم من شر دوج شيلبي، وبتاخد شهادات ناس كتير، وبالحاجات ديت كلها كده هي ضامنه ان هي هتسجن دوج شيلبي. وجون بيوصل له المعلومات دي ومش بيكون عايز دوج يتسجن طبعا، لان دوج لسه معاه مهمه لازم يخلصها الاول، وعلشان كده بيروح يقول لدوج ان عمتك عاوزه تسجنك، وبيقول له ان ده مش هيحصل وانت يا دوج لازم تخلص على عمتك الشرانيه دي. وبيكون دوج متردد في الاول ولكنه بيوافق وبيهز له دماغه بانه موافق على طلبه. وبنرجع لتوماس اللي بنشوفه صحي من على سريره لا كارل مش جنبه، وبيقوم وبيقول هو انا كنت بهلوس ولا ايه، ولا اللي كان بيحصل ده حقيقه؟ فبيقرر ان هو يسمع كارل وكلام اخته ايدا ويقف جنب ابنه. وبيقوم توماس شلبي يلبس لبسه وبيشيل الغطا من على عربيته وبيطلع انه خلاص قرر يرجع لمملكته من تاني. ودوجز بيفرح جدا لما بيشوفه هيرجع وبيقول له انا في ظهرك يا اسد لحد الموت. وفي اليوم اللي بعده توماس بيكون رجع فيه وبنشوف ابنه دوج ماشي ورا عمته علشان يخلص عليها، ودوج بيجيله الفرصه انه يخلص على عمته لكنه مش بيقدر، وبيفضل يضرب كاميرا التليفون، ومش بيكون دوج قادر يخلص على حد من عيلته، وشايف ان ديت اكتر حاجه صعبه لانه بيعتبر عيلته مش باقي فيها غير عمته وابوه وهم دولت اللي عايشين، لكنه بيقول في سره ولا عمته ولا بتاع، عمتي عايزه تسجني. فبيخرج وراها تاني وبيفضل ماشي وراها ومش بيقدر برضه يخلص عليها لحد ما فجأة جون عربيته بتوصل للمكان وبيخاف دوج على عمته وبينادي عليها علشان تجري، لكن ايدا بتبص له وبترجع تبص وراها بتلاقي جون في وشها، وجون بيضربها طلقه وبيموتها. وعلى الناحيه التانيه وهو توماس راكب العربيه بيقول له دوجز يوقف العربيه، وبيحس توماس ان اخته حصل لها حاجه، وده كمان بالذات لما بيشوف اخته واقفه قدامه، وبيصدم وبيتاكد ان اخته ماتت لان هو مش بيجيله رؤيه غير للناس الميتين. وبيكون توماس في حاله من الصدمه وبيتحرك بسرعه على المدينه لحد ما بيوصل للمكان اللي اخته اتقتلت فيه، وبيعرف ان اخته ماتت للاسف، وبيعرف مكان المشرحه اللي فيها الجثمان بتاع اخته، وبيقرر الاول انه يروح للحانه بتاعه العصابه وبيدخل وبيلاقي الناس كلها بترقص. فتوماس بيروح لعند جهاز الموسيقى وبيطفيه، وده اللي بيضايق الناس جدا. وبنشوف الناس اللي عارفين توماس شيلبي لما بيشوفوه بيترعبوا منه، وبنشوف واحد من العساكر اللي ما يعرفش مين هو ده، وبيكون العسكري سكران، والعسكري بيدخل على توماس وبيفضل يهين فيه وبيقول له يفتح الاغاني، فتوماس بيفضل لازم الصمت ومش بيرضى ان هو يرد عليه. فهنا بيقول له الجندي انت لو ما فتحتش الاغاني خليك ترقص رقصه تضحك بها كل الموجودين، يلا انت مفكر نفسك مين؟ لحد ما فجأة عامل الحانه بيشوفه وبيقول للعسكري يا بهيم
الجحيم ده توماس شيلبي. فالعسكري بيضحك وبيقول له مين يعني توماس شيلبي، وبيخلي الناس اللي في الحانه يضحكوا. فهنا توماس بيزهق منه وبيطلع توماس من جيبه قنبله وبيشيل الامان بتاعها، وكل اللي في الحانه بيصوتوا وبيحاولوا يهربوا، وبيحط توماس القنبله في هدوم العسكري وبيقول له ان ديت احسن رقصه هتشوفها في حياتك. والعسكري بيطلع يجري وبيحاول ان هو يطلع القنبله من هدومه، ولكن ده مش بيحصل، وبنسمع صوت الانفجار وبنعرف طبعا اللي حصل لجسم العسكري دوت. وهنا توماس شيلبي بيقول لهم عرفتوا انا ابا مين، والكل حرفيا بيكون مرعوب منه وبيكون رافع عليهم سلاحه وبيسالهم عن مكان دوج. فالعامل اللي في الحانه بيقول له على المكان اللي هيلاقي فيه دوج، واللي بيكون في مزرعه الخنازير. وبيروح توماس فعلا وبيلاقي دوج، ودوج لما بيشوفه بيخاف وبيحاول يهرب منه، ولكن بيمسكه توماس وبيفضل يضرب فيه وبيقول له انت اللي خلصت على عمتك يا غدار. وبيفضل توماس يهين فيه وبيقول له كفايه ان انا سايبك في حالك وسايب لك كل شغلي. وبيقول له دوج انا ما خلصتش على عمتي، وان جون هو اللي عمل كل ده وانا حاولت احميها. فبيقول له توماس انت كنت عارف ان جون عايز يخلص عليها ومع ذلك ما حاولتش تحميها. وبنشوف توماس نازل دعك في ابنه وبيقول له انت احقر واحد شفته بتخلص على حد من عيلتك يا خنزير، ده الخنازير ما بتعملش كده. فبيحاول دوج يفهمه اللي حصل، لكن توماس ما بيكونش عايز يسمعه. وبعد شويه بيروح توماس للمشرحه اللي فيها جثمان اخته وبيخلي دوجز يمشي. فدوجز بيقول له انت عايزني امشي ليه؟ راح توماس معرفه ان اكيد اللي اسمه جون ده هيجي هنا وجون هيكون عايز يخلص عليه، فانت امشي احسن بدل ما تتصاب ولا يحصل لك حاجه لان انا هعرف احمي نفسي. وبيسمع دوجز كلامه وبيمشي. وبيقعد توماس شويه في المستشفى وبعدها بيقرر يخرج، وبيلاقي جون في وشه بالسلاح بتاعه والاتنين بيبداوا يضربوا النار على بعضهم. وتوماس بيقول لجون انا سمعت عنك انك سياسي ظهر وسط الحرب وقدرت تعمل فلوس واسم. فجون بيقول له توماس انا مش عايز مشاكل، وانا كنت شايف لو احنا خلصناها بين البلاد بالفلوس محدش هيموت. فتوماس بيقول له انت فاهم معنى كلامك ده؟ يعني الالمان هتحتل بريطانيا. وبيفكروا توماس ان طلقه خلص. فهنا جون بيتحمى في الخيول وبيهرب وسطهم، ومش بيرضى توماس يضرب نار علشان خيل من الخيول ما يتصابش. وبيبص توماس على خيل اسود وبيقرر ان هو يركبه وبيتحرك بيه في المدينه زي ما كان بيعمل في الماضي يا صديقي. وبيتحرك توماس فعلا بالخيل في المدينه، وحرفيا الناس كانوا مذهولين ان توماس شيلبي رجع لهم، وبيبداوا انهم يطمنوا ويحسوا بالامان زي الاول لان توماس هيحل كل مشاكلهم. وعلى الجانب التاني بيكون دوج قاعد مع خالته كارل، وكارل بتقول له انت لازم تبقى الملك، وعرفته ان هو ياخد لقب والده ولكن بعد ما يساعده، وقالت له اقف انت بس مع ابوك وهتخلصوا مشاكلكم. وعرفته ان توماس اتفق معاها ان هو يرتاح بمعنى ان هو يموت لانه مش هيقدر يعيش تاني. فقال لها يعني ابويا هيموت؟ فقالت له للاسف ده طلبه الوحيد، وانت مش كان طلبك الوحيد برضو انك تبقى ملك وكنت بتحلم بكده من صغرك، فما فيش غير كده قدامكم انتوا الاتنين ولازم تساعدوا بعض. وبعد كده بيقعد دوج مع نفسه ومش بيكون عارف يساعد والده ولا يساعد جون وياخد الفلوس. فبيقرر ان هو يرمي عمله معدنيه، والعمله المعدنيه هي اللي هتختار، وبتختار العمله المعدنيه ان هو يساعد جون. وبيقرر دوج ان هو يسمع كلام العمله المعدنيه. وفي وقت تاني بنشوف ان توماس بيقابل كارل وبتقول له ان دوج عايز يساعدك وده علشان تسامحه، وكمان هما الاتنين يخلصوا على جون سوا ويرجعوا حق ايد اخته. فبيقول لها انا ما عنديش اي مشكله، ولكن ذكاؤه هيخونه هخلص عليه مش هعتبره ابني. وما بيكونش توماس واثق نهائي في ابنه وبيكون شايف ان هو سبب له المتاعب. وبعد كده توماس بيروح يولع في العربيه الخشب اللي فيها جثمان اخته علشان هي عزيزه عليه يعني، وبيعمل مراسم العزاء. وبيخلص توماس مراسم العزاء بتاعت اخته وبنشوفه بياخد ابنه وبيروح يقابله الشخص، والشخص ده بيكون جايب لتوماس المكان اللي فيه جون وبيديله خريطه فيها كل المداخل والمخارج. فبيسأله الشخص ده بس انت عايز تدخل المكان دوت ليه؟ فبيقول له توماس لازم اخلص على كل اللي فيه علشان بلدنا ما تخسرش الحرب. فبيقول له مش برضو توماس شيلبي قالها زمان انا الحرب ديت مش بتاعتي ولا هدخل نفسي فيها؟ فبيقول له توماس شيلبي غيرت كلامي ودلوقتي الحرب وبلدي هي اهم حاجه وقررت اعمل خير. وبيخلي توماس دوج يجي وبيديله الخريطه والحاجه علشان يشيلها معاه. والراجل لما بيشوف دوج بيسأله توماس ده ابنك فعلا؟ فتوماس بيرد عليه بايوه ابني. وبيفضل الراجل يمجد في دوج وبيقول له انه شخص جاحد ومش بيخاف من حاجه. فبيقول له توماس انه ابنه في قطعه من جواه بتحب الخير وانه هيقف جنبه في العمليه دي، وهما الاتنين كتفهم هيكون في كتف بعض ومحدش هيقدر يقف قصادهم. ولما بيسمع دوج الكلام ده بيكون فرحان جدا من جواه لانه اول مره يسمع الكلام ده من والده. وبعد شويه دوج بيروح لكابينه التليفونات وبيكلم جون وبيقول له ان والده عرف مكانك وهيهجم عليك كمان يومين او يوم في منتصف الليل. وهنا بنفهم ان دوج قرر يقف في صف جون ويبيع ابوه بجد. وفي اليوم اللي بعده بيتحرك توماس هو ودوج وبيكونوا في طريقهم للمكان اللي هيبداوا منه الخطه بتاعتهم. وفي الطريق بنشوف توماس شيلبي بيكتب بقى كتابه وبيقول ان اليوم ابن دوج هو اللي هيكتب النهايه بتاعت الكتاب بتاعي، وبايده يا يكتبها نهايه سعيده يا يسودها علينا كلنا. وبيقول لنا برضو ان لحد الان شاكك في ان ابنه بيساعد جون، وبيوصلوا للمدينه بتاعت ليفربول. وهنا توماس بيعرف الخطه لرجالته والكل
الكل بيتمركز في مكانه والخطه بتبتدي، وبنشوف ان دوج بيروح لجون وبيعرفه بكل حاجه تخص الخطه اللي توماس ابوه عاملها. فبيفرح جون لان بالشكل ده كده هيكون سابق توماس بخطوه وهيقدر يخلص عليه. وبيبعت جون الرجاله بتوعه علشان يستنوا توماس هو والرجاله لما يوصلوا، وساعتها هيقدروا انهم يخلصوا عليهم في لمح البصر. وبيقعد بقى جون مع دوج وبيحتفل معاه علشان باع والده توماس. وفي الوقت ده بنشوف ان توماس بيعدي من النفق لوحده، والنفق ده كان الجيش بيستعمله في الحرب العالميه الاولى يا صديقي. وتوماس شاف حاجات اسود من السواد في الانفاق دي، وبيهدي توماس نفسه علشان يقدر ان هو يكمل الخطه ويوصل لجون. ولكن مره واحده النفق بيتهدى على توماس، وتوماس بيعافر علشان يطلع نفسه، وفعلا ده اللي بيحصل. وبيقدر توماس يخرج من تحت الانقاض وبيحاول يوصل لمخرج النفق ده بسرعه. وفي الوقت ده بتدخل سفينه عليها متفجرات كتيره جدا وبتتفجر في رجاله جون، والانفجار ده كان كبير جدا لدرجه ان جون بيوصل له الانفجار. وهنا بنفهم ان دوج الاصيل ما خانش ابوه، في الحقيقه هو دوج بيساعد توماس اصلا. وبيرفع جون سلاحه على دوج وقال له للاسف انت ابوك سابك وهخلص عليك، بس قبل ما اخلص عليك انا عاوز اعرف انت ليه خنتني. فقال له انا عملت قرعه بالعمله المعدنيه، والعمله المعدنيه طلعتني اخونا ابويا بس انا ما سمعتهاش. وجون قال له انت غبي علشان ما سمعتهاش، وده اللي هيخليك تموت دلوقتي. ولكن مره واحده المكان بينفجر وجون ودوج بيقعوا على الارض، لكن دوج بيقوم يجري بسرعه وبينزل لتوماس وباقي الرجاله، وتوماس بيحميه من اطلاق النار. وبنشوفهم هما الاتنين في ظهر بعض اسود. وبنشوف توماس بيجري بقنبله وبيرميها جنب الصناديق اللي فيها الاسلحه، وهنا القنبله بتنفجر وتوماس بيجري وبنشوف الاسلحه كلها بتتدمر، وبيبقى مشهد حوار. وتوماس بيشوف جون وهو بيحاول يهرب بالعربيه، وبيقف توماس في وشه وبيرفع سلاحه عليه، وتوماس بيفضل رافع سلاحه على جون ومش بيرضى يضرب. فجون بيضربه بطلقه في الثانيه، وبيضربه توماس بطلقه بتموته. وبيقف توماس قدام عربيه جون علشان يموت، ولكن قبل ما العربيه تلمسه بيكون ابنه لحقه وبيقول له دوج انت عايز تموت وتسيبني؟ ده احنا حتى ما كملناش اسبوع يابا، خلينا نتكلم شويه. وبيقول له انت اللي كنت بعيد عني. فبيعتذر له توماس وبيقول له مش بايدي يا ابني، وانا حاليا محتاج طلقه رحمه زي الحصان، ارحمني واضربني طلقه الرحمه دي. فدوج ما بيكونش عايز يعمل كده، لكن توماس بيقول له نفذ اتفاقك اللي انت اتفقته مع كارل واضربني بالرصاصه دي. وبيكون معاهم رصاصه مكتوب عليها اسم توماس شيلبي. فابنه دوج بيقرر ان هو يرحمه ويسمع كلامه. بتعمل ايه يا مجنون؟ وبيحط الرصاصه في مسدسه وبيضرب توماس بيها، وتوماس بيموت وسط حضن دوج ابنه. وبيقع توماس شيلبي اعظم شخصيه على مر التاريخ على الارض يا صديقي. والكل بيكونوا زعلانين على موت توماس، والحزن بيملى عين دوج جدا على والده، لان بالشكل ده كده مفيش حد اتبقى له من عيلته. وبيكون دوج حاليا هو ملك البيك بلاندرز زي ما كان بيحلم من صغره، وبيقرر ان هو يحرق جثمان والده لان هو بيحبه جدا، وبيعمل له مراسم الدفن اللي تليق بيه. وبنشوف ان كل اللي بيحبوا توماس واللي كانوا قريبين منه متجمعين، وبيحرق دوج العربيه اللي فيها جثمان والده وبيقرا الوصيه بتاعت توماس. وبيكون توماس كاتب في الوصيه اتبرعوا بخيولي لشخص يعرف قيمتها، ورصاصات الشخص ما يكتبش عليها اسمي، واسلحه الشخص ما يستخدمهاش نهائي، وعربيتي لمساعد العزيز دوجز لانه كان نفسه فيها بس العربيه اتحرقت يا صديقي هنعمل ايه؟ ولكنه بيفكر ابنه دوج في الوصيه وبيقول له اوعى تعمل زي في يوم من الايام وتوصل للمرحله اللي انا كنت فيها. ولو كنت فاكر ان الفيلم ده جمدان او القصه دي جمدان تبقى انت غلبان يا صديقي، لان الفيديو اللي هيظهر قدامك ده حاجه قلبان متعه من الجنان. يلا بينا.